السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب عاملين ايه؟ في اليومين اللي فاتوا كده نبرة غريبة طالعة من ناس متفهمش هما بيتكلموا كده بناء على ايه. بيقللوا من شغل كابتن سيد عبد الحفيظ او بيفطسوا فيه. فكرة ان انت شغال على الملفات ما حلتش حاجة، ما عملتش حاجة، لسه الدنيا مش واضحة قوي. مفيش حاجة واضحة قدامك على الصورة تقدر تتكلم عنها. لا طبعا في ملفات كتير مفتوحة وكابتن سيد ومستر ياسين منصور شغالين عليها. فكرة إن تخفيض العقود وفي سقف العقود وده شغالين عليه وابتدوا ينفذوه. يعني جددوا لحسين الشحات تحت بند سقف العقود، وأحمد نبيل كوكا نفس القصة، جدد برضه وتراضى. تمام. جه عرض لتريزيجيه غالبا إن شاء الله، يعني بنسبة 90% العرض ده الأهلي هيوافق عليه وتريزيجيه هيوافق عليه وهيمشي. فأنت كده مشيت لاعب بتديله أكبر قيمة مادية في عقده. تمام. طب زيزو لو قعد نفس القصة، يا هيخفض عقوده يا يقولوا له يعني هات عرض احتراف واتكل على الله. إمام عاشور، في كلام بيتقال داخل النادي الأهلي إنه لما يرجع من كأس العالم هيتقعد معاه قعدة ويظبطوا له عقد بقيمة مالية كويسة برضو تحت سقف العقود. تمام. بالمميزات بقى، الإعلانات بقى والبونص والكلام ده كله. لو عايز يمشي برضو جيب عرض يبقى مرضي للنادي الأهلي ويمشي. الصفقات اللي جت، طب انتوا عايزين كابتن سيد يعمل ايه؟ في يوم وليلة هيحل الدنيا معاه فانوس سحري هيحكوا يعني بقى يعني انا خلاص صلحت لكم كل حاجة يا جماعة؟ لا طبعا. لازم نديله وقت ونديله وقت ونديله فرصته ونسيبه يشتغل في هدوء، او بمعنى ادق من فطاس التجربة بتاعته. الا ما يقعد فترة، يقعد موسم موسمين نشوف والله ايه النتائج بتاعت التعاقدات، ايه النتائج بتاعت إدارة الكورة ليه. وهو مش لوحده، هو معاه مستر ياسين منصور وكابتن وائل جمعة مدير الكورة موجود برضه. فكلهم مشتركين في إصلاح منظومة الأهلي وإصلاح فكرة العقود الخيالية اللي كانت في النادي الأهلي. ما نجيش بقى ننظر ونتكلم وفي ناس في الإعلام والله بجد يا جماعة أنا ما أعرفش هم عايزين إيه. أنت ما تفهمش يعني، هو بس أنا هطلع هاجم بقى. وفي أخطاء في النادي المنافس، الزمالك بمعنى أدق يعني، ما حدش بيتكلم عنها. ما حدش بيتكلم. قضية ورا قضية وفلوس متلتلة عليهم وي وي وي، يجوا بس في النادي الأهلي يقول لك لا سيد حفيظ ما عملش حاجة. هو لسه عمل حاجة؟ هو لسه ابتدى أصلا؟ ده لسه بيشوف الملفات اللي تحت إيده ورقة ورقة عشان ابتدى أحل. وزي ما قلنا وهنقول تاني، مفيش حد بينجح في يوم وليلة، ومفيش حد بينجح لوحده. وكابتن سيد محدش يشيله الليلة لأن هو مش السبب فيها. كابتن سيد جاي على قصص كبيرة جدا جدا جدا، محتاجة وقت ومحتاجة تنظيم ومحتاجة صبر. مستر ياسين منصور، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وائل جمعة، الناس دي بيظبطوا حاجات وبيصلحوا حاجات محدش عملها فيهم. مش جايين زي ما بنقول كده بالبلدي كده، مش جايين يشتغلوا على نظافة. لا، ده في ناس عملت عقود خيالية وفي ناس عملت في لعيبة طلعت إعارة المفروض ما تطلعش إعارة. ففي إيه يا جماعة؟ نبرات بقى تمام واصوات بقى وطالعه وبتاع ومش عارف ايه، ولا كابتن سيد مش عارف اصل مش عارف ايه. يا سلام. بتحبوا الاهلي وخايفين عليه قوي يا اللي بتتكلموا الكلام ده. وكابتن سيد احنا عارفين ان هو مخلص جدا جدا للنادي الاهلي، وما جاش في مجلس الاداره يعني مثلا مجامله او ان احنا بنجامله بقى وبتاع، لا. كابتن سيد انجح مدير كوره في اخر 20 سنه، مش في الاهلي، في الدوري المصري كله. كابتن سيد خرج من الاهلي ما اتكلمش كلمة على النادي الأهلي. ما قالش فيه ايه غلط، ما قالش ايه اللي حصل، ما قالش حصل ايه بين اللعيب، ما اتكلمش في أي حاجة. ولما كان حد بيسأله أو بيجرجره في الكلام ما كانش بيروح معاه. لا أنا مش هتكلم في النقط دي، مش هتكلم عن أي حاجة داخل النادي الأهلي في ظل ما أنا كنت موجود. أنا مش هتكلم في حاجة، أنا مشيت خلاص، صفحة واتقفلت. فالراجل كأهلاوي، لا هو يعني أهلاوي 100%، مخلص مخلص 100%. بس الناس تهدى شوية ويسيبوه يشتغل.
والصفقات هتيجي وابتدت تيجي والدنيا هتمشي، ما نقعدش بس نتكلم 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 ونعمل دوشة حوالين الراجل ونرجع نقول في الاخر لا اصل والله ده فشل. طب ما هو لسه ما اشتغلش عشان يفشل يا جماعه، الواحد عمال يعيد ويزيد في الكلام لان الواحد مخنوق اقسم بالله. النادي الاهلي اكتر نادي الميديا والسوشيال ميديا والاعلام بيتكلموا عنه في كل صغيره وكبيره، واي حاجه تانية محدش بيتكلم عنها نهائي في اي نادي تاني. اذا كان بقى الزمالك، اذا كان بيراميدز، الاسماعيلي اللي هبط محدش يتكلم هبط ازاي. الانديه بتاعت الشركات والانديه المؤسسات محدش بيتكلم ايه الاخطاء اللي فيها، إيه اللي حصل، ايه الضروب اللي حصل هنا، طب انت خسرت ليه، طب انت عليك قضايا ليه، طب انت عليك ديون ليه، محدش بيتكلم في القصص دي. كله مركز مع الاهلي الاهلي وبس. لو نملة عدت من قدام النادي، ده انتوا عديتوا نملة من قدام النادي ازاي تسيبوها تعدي؟ وهناك في الجانب الآخر لو في حاجة مصيبة حصلت، لا لا احنا مش بس لا، ما لناش دعوة. يعني هقول كلمتين في الآخر، يعني استقيموا يرحمكم الله وادوا الناس حقوقها وسيبوا الناس تشتغل بما يرضي الله وبراحة بدون دوشة. تنسوش صلوا على النبي. سلام عليكم.